لو انت اول مرة تشتري بيت وعاوز تعرف يكون معاك فلوس قد ايه، هنعملها حسبة بسيطة قوي. في حاجة اسمها داون بيمنت وفي حاجة اسمها كلوزنج كوست. داون بيمنت يعني المقدم بتاع البيت. المقدم البيت دوت لو حسب البرنامج في 3.5%، ده اسمه FHA. وفي واحد تاني اسمه كونفنشنال لون، ده كام؟ 5%. ده كده ايه؟ يبقى 3.5 او 5%. طيب الكلوزنج كوست هي بتتراوح من 2 ل 4% على حسب كل واحد بيختلف. فهنقول 3%. يبقى انا كده ايه؟ هنعمل حسبة بسيطة. 3.5% 500,000 يعني ب 17,000 ونص. طيب يا جورج انا هحط ايه؟ 3% للكلوزنج كوست، هنبقى كام؟ 3 في 5 ب 15,000 دولار. يبقى المجموع كله 32,000. طيب في طريقة تانية ممكن فيها مساعدات. ساعات السيلر بيدي لك كريدت عشان يدفع الكلوزنج كوست او يساعدك للكلوزنج كوست، ولازم الفلوس دي تكون في البنك لمدة شهرين. خلي بالك كل واحد مختلف عن التاني، كريدت سكور مختلف، داون بيمنت مختلفة، حاجات كتيرة مختلفة. انا ما عملتش 2 لون شبه بعض. فلو انت عاوز تسأل اي سؤال بوك يور ابوينتمنت في الويب سايت بتاعتي GM Brokerage، واعمل ميعاد ونتكلم مع بعض في الزوم.